السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنتكلم النهاردة عن فيديو مهم جدا، وهو أهمية تعلم البرمجة. ليه أنا المفروض أتعلم برمجة، وهل الأمر هيفيدني أو لا؟ هنوضح إن شاء الله في الفيديو ده كل ما يخص البرمجة، وعلشان كده هنقسم الفيديو إلى نقاط. النقاط الأساسية اللي هنتكلم فيها أثناء الفيديو: واحد، ما هي البرمجة في الأساس؟ اثنين، تطبيقات البرمجة في حياتنا اليومية. 3، ليه أتعلم برمجة أو البرمجة هتفيدني في إيه. 4، مستقبل البرمجة في سوق العمل. 5، متوسط مرتبات المبرمجين. أول نقطة معانا، ما هي البرمجة في الأساس؟ أول حاجة لازم نعرفها إن الكمبيوتر غبي، ما بيفهمش غير الزيرو والواحد، ودي إحنا بنسميها لغة الآلة. بمعنى إن الآلة ما بتفهمش غير اللغة دي. زي ما إحنا البشر لينا لغة بنتكلم بيها، الآلات الإلكترونية كمان ليها لغة بتتكلمها، وهي لغة الزيرو والواحد. طيب الزيرو والواحد دول بيمثلوا ايه للآلة؟ اولا الزيرو بيمثل ان مفيش اي تيار كهربي بيمر، والواحد بيعبر ان يوجد تيار كهربي بيمر. طيب تمام، احنا كده عرفنا ان الكمبيوتر ما بيفهمش غير الصفر والواحد، ودي اهم حاجة عاوزك تعرفها في الجزئية دي. وبعد ما عرفت المعلومة دي نخش بقى على مفهوم البرمجة. البرمجة ببساطة هي انك عاوز تقول حاجة للكمبيوتر أو إنه ينفذ مهمة معينة، فبتكتب له الأوامر وهو بقى بينفذها. طيب وهنا هقول لك هتكتب إزاي الأوامر دي للكمبيوتر. البرمجة ببساطة هي إنك عاوز تقول حاجة للكمبيوتر فبتكتب له الأوامر وهو بقى بينفذها. وهنا هقول لك هتكتب إزاي الأوامر للكمبيوتر. هتقول لي أكتب له باللغة الإنجليزية، هقول لك تمام صح، بس هل هو هيفهم اللغة الإنجليزية؟ طبيعي لا، لأن زي ما اتفقنا الكمبيوتر لا يفهم إلا الزيرو والواحد اللي هي لغة الآلة. طيب إيه الحل؟ نعمل إيه مثلا؟ نوقف ما نعرفش ندي أوامر للكمبيوتر؟ وهنا ظهرت حاجة جديدة وهي الكومبايلر. ومش عاوزك تركز في الاسم خالص، ده هيبقى ليه فيديو لوحده هنشرحه فيه. انت كفاية تعرف وظيفته الأساسية، وهي بكل بساطة بياخد الأوامر دي وترجمها إلى لغة الآلة. وبعد ما عرفنا المعلومات دي، هل أنا هكتب للكمبيوتر باللغة الإنجليزية؟ طبعا، بس في خطوات لازم نتبعها في الكتابة، وهنا ظهرت لغات البرمجة. يبقى هنكتب الأوامر أو الأكواد بلغة برمجة. وهنا هنوضح إيه هي لغات البرمجة. لغات البرمجة هي الأوامر اللي بستخدمها علشان أكلم الكمبيوتر باللغة بتاعتنا احنا البشر، اللي هي اللغة الإنجليزية. وهنا نوضح إيه هي لغات البرمجة. لغات البرمجة هي الأوامر اللي بستخدمها علشان أكلم الكمبيوتر باللغة بتاعتنا احنا البشر، اللي هي اللغة الإنجليزية. بس في قواعد معينة لازم نتبعها في الكتابة، ودي تسمى السنتاكس بتاعت اللغة. وهي القواعد، ودي موجودة في كل لغة، ولازم أنا أمشي بالسنتاكس دي علشان أعرف أكتب كود. طيب السنتاكس دي زي إيه مثلا؟ أنا لو عاوز أقول للكمبيوتر اطبع لي مرحبا بكم على الشاشة مثلا، فأنا لو هستخدم لغة زي لغة بايثون هكتب print hello world. لو أنا مثلا هستخدم لغة مختلفة زي لغة سي هكتب له print f hello world. فدي السنتاكس بتاعت لغة بايثون، ودي السنتاكس بتاعت لغة سي. وبرضو مش عاوزك تركز في الأكواد دي على سبيل المثال. إن شاء الله نتعلم اللغات دي كلها. كده احنا عرفنا ايه هي البرمجة بشكل مبسط، وتعريف للكومبايلر ووظيفته الأساسية، وتعريف للغات البرمجة والسنتاكس بتاعتها. مثال بسيط هيوضح لنا كل المعلومات دي. احنا لو عندنا شخص بيتكلم لغة روسية مثلا وشخص تاني بيتكلم لغة إنجليزية، ازاي نخليهم يتواصلوا مع بعض؟ في الحالة دي هنجيب واحد مترجم يترجم الكلام ما بينهم ببساطة. والمثال ده بيوضح لنا دور لغة البرمجة، واللي بتتمثل في الشخص اللي بيتكلم مثلا روسي، والشخص التاني اللي بيتكلم إنجليزي ده مثلا الكمبيوتر، واللي بيترجم بينهم ده الكومبايلر. ده على سبيل المثال فقط، وده مثال بسيط بيوضح لنا الفكرة ببساطة. وهننتقل دلوقتي لتاني جزئية معانا، وهي تطبيقات البرمجة في حياتنا اليومية.
لو هنبص في حياتنا اليومية ببساطة هنلاقي تطبيقات البرمجة منتشرة في كل حتة، واحنا كل يوم بنتفاعل معاها. مثلا لما نيجي نفتح التليفون، احنا في الأساس بنستخدم التليفون علشان التطبيقات اللي فيه والسوفت وير اللي بنستخدمها والتطبيقات اللي في التليفون دي معمولة بالبرمجة. فلو التليفون ده من غير سوفت وير أكيد مش هنستخدمه. الناس دلوقتي بمختلف المعرفة اللي عندهم بتتعامل معاه، وهو تطبيق ال ATM اللي هي ماكينة الصراف الآلي، وجميع الناس أكيد بتتفاعل معاها بشكل مستمر، وده يعتبر تطبيق قوي جدا من تطبيقات البرمجة. ولو هنتكلم عن تطبيقات البرمجة مش هنقدر نغطيها في جزئية واحدة، ولكن تطبيقات البرمجة كتيرة جدا وفيها حاجات كتير قوية ومفيدة لنا. إن شاء الله هنتكلم عليها في فيديوهات جاي. وثالث نقطة معانا، ليه أتعلم برمجة أو البرمجة هتفيدني في إيه؟ وده سؤال مهم إنك تسأله لنفسك قبل ما تتعلم أي مهارة. أنا لازم أعرف المهارة دي هتفيدني في إيه؟ بص، البرمجة ليها فوائد كتير، ومنها واحد الاهتمام بالتفاصيل. البرمجة هتخليك إنسان منضبط ومهتم بالتفاصيل، لأن كتابتك للكود بتخليك مهتم جدا بالكود. يعني أنت لو مثلا بتبرمج برنامج لشركة معينة، فلازم تهتم بتفاصيل الكود اللي هي السنتاكس اللي اتكلمنا عليها. فأنت إن شاء الله تتعلم مهارة إضافية بجانب البرمجة، وهي الاهتمام بالتفاصيل. وده مش في البرمجة بس، ده في كذا مشكلة بتقابلك هتبقى مهتم بالتفاصيل لأبعد الحدود. وتاني فايدة معانا، البرمجة هتخليك إنسان منظم. بمعنى إن كتابتك للكود هتخليك منظم، لأن كتابة الكود هتحتاج تنظيم. إنك أنت ما ينفعش تكتب سطر كود بينفذ وظيفة معينة قبل كود بينفذ وظيفة تانية. فمهارة التنظيم وجميع المهارات اللي اتكلمنا عليها تكتسبها بشكل غير واعي، وأكيد المهارة دي هتفيدك في حاجة معانا هتخليك منظم. بمعنى إن كتابتك للكود هتخليك منظم، لأن كتابة الكود هتحتاج تنظيم. إنك أنت ما ينفعش تكتب سطر كود بينفذ وظيفة معينة قبل كود بينفذ وظيفة تانية. فمهارة التنظيم وجميع المهارات اللي اتكلمنا عليها هتكتسبها بشكل غير واعي، وأكيد المهارة دي هتفيدك. ثالث فايدة معانا ترتيب الأفكار، لأنك أنت لازم تكون مرتب أفكارك. لأن أنت لما بترتب أفكارك الكمبيوتر هيبقى سهل إنه يفهمك، والكود هيشتغل بطريقة فعالة. فهنا أنت هتكون اكتسبت مهارة ترتيب الأفكار، ودي مهارة مهمة جدا مش بس في البرمجة، أكيد في حاجات تانية كتير. رابع فايدة معانا وهي الصبر، لأن أنت بكونك مبرمج فلازم تكون صبور. ليه بقى؟ لأن كتابتك للكود هتحتاج منك صبر شوية، ولما يظهر عندك خطأ في الكود هتحتاج تكون صبور للتعامل مع الخطأ وحله. فأنت هنا مبروك عليك، أنت تعلمت مهارة الصبر. خامس فايدة معانا وهي التخطيط. لازم تكون بتعرف تخطط في البرمجة، في إنك تتوقع جميع الاحتمالات اللي ممكن تظهر لك في البرنامج، ولازم تحط احتمالات بديلة في حال ظهور أي أخطاء. وإن شاء الله تكتسب مهارة مهمة وهي التخطيط. سادس فايدة سادس فايدة معانا زيادة معدل الذكاء. مبروك عليك، لأنك هتعلم مستوى ذكائك، وده هيتحقق لما تحل مشاكل برمجية كتير وتطبق اللي احنا إن شاء الله هنتعلمه. وما تقلقش، انت كده كده هتعلم مستوى ذكائك مع مرور الوقت في تعلم البرمجة. سابع فايدة معانا وهي مصدر دخل قوي، ودي تعتبر الفائدة اللي معظم الناس بتسعى ليها. وهنا هقول لك ما تقلقش، لأن البرمجة بتحقق دخل كويس جدا، وإن شاء الله أنت عليك تتعلم والشغل هيجي وهتحقق أحلى دخل من البرمجة. وإن شاء الله بعد ما نتعلم هنتكلم في فيديوهات جاية عن الشغل وسوق العمل، وهنتعرف أكتر على سوق العمل ومواقع العمل الحر، وهنتكلم إن شاء الله عن إزاي نجيب فرص شغل كويسة. ولكن ده مش هيتحقق غير بعد ما نتعلم ونبني عندنا معرفة أساسية بالمجال اللي احنا ناويين نتعلمه أو ناويين نتخصص فيه. تامن فايدة معانا الثقة بالنفس. الثقة بالنفس مهمة جدا، وتأكد انت لو بقيت واثق من نفسك هتقدر تحقق حاجات كتير، مش في البرمجة بس. وتأكد
إنك بإذن الله هتكون واثق في نفسك وقدراتك، وده إن شاء الله هيتحقق لما تعمل مشاريع برمجية كتير وتطبق اللي احنا هنتعلمه إن شاء الله. تاسع فائدة معانا وهي قراءة الناس. من تعاملك مع الكمبيوتر بتلاحظ كل تفصيلة، لأنك بتكون دقيق في التعامل مع صاحبك اللي هو الكمبيوتر طبعا، فأنت طبيعي هتكون قادر إنك تقرأ الأشخاص وتتوقع اللي ممكن يحصل من الشخص وتتفاداه. مستقبل البرمجة في سوق العمل. هل أنا لما بتعلم برمجة هبقى مطلوب في سوق العمل؟ أحب أقول لك إن مستقبل البرمجة مستقبل مشرق، والطلب عليه بيزداد يوم بعد يوم مع التطور من قبل الشركات المتخصصة في التكنولوجيا. أحب أقول لك ما تقلقش، البرمجة طلب عليها بيزداد يوم بعد يوم، فأنت هيكون ليك احتياج كبير كمبرمج أيا كان التراك بتاعك، وإن شاء الله هنتكلم عن مجالات البرمجة في الفيديوهات اللي جاية. خامس نقطة معنا متوسط مرتبات المبرمجين، ودي تعتبر نقطة محفزة للطلاب للبدء في عالم البرمجة. وبحسب موقع داكس للأبحاث، احتلت أمريكا في العام الحالي المركز الأول في رواتب المبرمجين بمتوسط راتب 107 ألف دولار. انت متخيل معايا؟ ولسه بقى المبلغ ده بيزداد سنة عن سنة. في مصر بقى متوسط دخل المبرمجين يصل إلى 7500 دولار، وبرضه المبلغ ده قابل للزيادة. أحب أقول لك ما تشغلش نفسك، المرتبات في البرمجة بتزداد يوم عن يوم، والأرزاق بيد الله. انت عليك تسعى وتتعلم، والباقي على ربك. الخلاصة واللي عاوزك تركز فيه ان انت تحمد ربنا ان انت عرفت مهارة زي مهارة البرمجة، وان شاء الله هتعود عليك بنفع ايا كان. وانت بعد ما عرفت كل ده عليك تحدد هل المهارة دي مناسبة ليك او لا. وصدقني انت عليك تلتزم في المذاكرة، وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن المشاكل اللي هتقابلك اثناء رحلة التعلم وازاي نتفادى المشاكل دي. شكرا لكم جدا على المشاهدة، ونتمنى انكم تكونوا استفدتم من الفيديو. ما تنساش تنضم لجروب الواتساب الخاص بالقناة اللي هينزل عليه الPDF الخاص بالمحاضرات علشان نسهل عليك المذاكرة. وما تنساش تعمل لايك سبسكرايب للقناة وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. السلام عليكم.